أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم في فيديو جديد عن عالم الطيور. طبعا الطائر اللي في راحه قدام حضراتكم ده بيسمى بطائر الصعو أو الخضير أو العندليب، ليه يعني عدة مسميات. لو حد برضو يفيدنا في أحد البلدان العربية يقول لنا ممكن من شكل الصغار بتاعته كده يقول لنا إيه هو. طبعا الطائر ده حجمه صغير جدا، بيعيش في الحقول وفي المزارع. صوته جميل جدا في التغريد. بيعمل العش بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، حفاظا على الصغار. زي ما حضراتكم شايفين بيبقى في داخل الأشجار اللي هي مملوءة بالشوك، يعني غالبية الأغصان بتاعتها شائكة كلها شوك. ليه ده؟ طبعا لأنه المفترسات هو حجمه صغير جدا، فمن السهل انه المفترسات من الطيور الجارحة او الزواحف او حتى البشر نفسهم، يعني او اي حد خليهم عندك انجر او روحهم معاك. قطط، اي حاجة ان هي خليهم عندك ممكن انجر توصل روحهم ونكمل الفيديو للصغار ونجي. بتاعته. هو بيحاول يأمن المكان اللي بيحط فيه العش بتاعه ويضع فيه البيض. طبعا هو بيختار ليه الاشواك. الاشواك دي غالبية الاشجار اللي هنقولها دي بيبقى فيها اشواك، يعني البرتقال، الليمون، الصنط، القرطم. كل الشجر والحاجات دي فيها شوك، زي ما احنا قلنا ان هو ما بيعرفش الجوارح او الخطر اللي بيهدد دايما العش بتاعه او الصغار بتاعته، ان هو ما يخليهمش يوصلوا للعش. وسبحان الله، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده انه العش من الداخل متبطن بطبقة من زهرة القطن او حاجة يعني زي الفايبر كده، طرية جدا. ليه؟ لانه الاعشاب ممكن اللي هي بتحاك دي تعمل العش ممكن تكون ناشفة وتجرحه، واللي الطائر ممكن يبرد من الهواء. فالطبقة دي بتبقى مبطنة العش كله من الداخل، يعني ملمسها ناعم جدا، زي الريش او حاجة ناعمة جدا. فسبحان الله، يعني مين اللي علمه يعمل الحاجات دي؟ سبحان الله. طبعا اللي قدام حضراتكم ده عش كده، كان في احد اشجار القرطم. قلنا نصوره ونوريه لحضراتكم. ده فيه كان اتنين من الصغار اللي هم حديث الفأس، وفي لسه بيضة ما فأستش، يعني ممكن يوم او اتنين كده بالكتير قوي هي تفقس. يعني سبحان الله، الصغار لسه يعني عينيها ما فتحتش. الشجر زي ما حضراتكم شايفين كده كلها حواليها شوك، من الصعب حتى البشر يمد ايده بسهولة على العش. طبعا الطائر ده حجمه صغير جدا، ومن الطيور المغردة اللي صوتها حلو جدا، يعني إنه حتى ممكن يقف قدامك على غصن شجرة تسمع صوته لكن ما تشوفوش، لأنه هو حجمه في حجم ورقة الشجرة، يعني ما بيتعداش 7 سنتي أو 10 سنتي في الحجم. أصغر من الطيور، أصغر من طائر الزرزور الإفريقي بكتير، يعني طائر الزرزور الإفريقي ممكن يعمل 4 منه في الحجم. فهو بالنسبة مقارنة بالطيور صغير جدا، يعني من أصغر الطيور المغردة اللي أنت ممكن تشوفها. في بعض القرى عندنا في صعيد مصر هنا بيسمى بالبلبل الصغير. في ناس بتسميه الخضير، في ناس بتسميه الصعو. يعني ليه عدة مسميات كتير، لكن احنا بنتكلم بصدد الموضوع ده ليه؟ انه بنقول يعني عجائب ربنا سبحانك يا رب. يعني مين اللي علمه ان هو يختار المكان اللي يعمل فيه العش، ان هو في وسط الاشجار اللي هي فيها الاشواك دي، بحيث ان هو يحافظ على الصغار بتاعته. وفي نفس الوقت مين علمه انه ازاي يحيك العش بتاعه، يلفه بالاعشاب القاسية دي من كل اتجاه، وتبقى نفس درجة اللون بتاعت الأغصان بتاعت الشجر من الخارج، وبرضه من الداخل إن هو يبطنها بطبقة من القطن أو من الصوف
يعني سبحان الخالق.